اشرف، مساء الفل يا هيما. مساء انت الفل ليه يا مش اشرف. بتتكلم على اللي بيحصل جوه اوضه لبس الاهلي مع ان في خراب؟ بتكلم والله. هو انا دايما ببقى شايف بيجي لي كومنتس كتيره، مش ليا انا يعني، بتكلم في العموم يعني، سواء ليا او للاعلام بشكل عام. انه ان الاعلام الرياضي مش بيتكلم على الحاجات اللي موجوده في الاهلي زي ما بيتكلم على الحاجات اللي موجوده في الزمالك. انا هتكلم عن نفسي، مش بتكلم على كل الاعلام، انا بتكلم عن نفسي انا بس يعني. انا عن نفسي اللي بشوفه بتكلم عنه. شفت حاجه في الاهلي، شفت حاجه في الزمالك، شفت حاجه في اي حته بتكلم عنها. ما بتدخل يعني، ما بدخلش حته الالوان دي في حساباتي خالص. الحاجه اللي انا ببقى متاكد منها وببقى شايف ان هي مظبوطه وصح وجات لي معلومه بيها، اطلع اتكلم عنها، بقى متقبل ومتحمل مسؤوليتها تمام. يمكن شويه عشان الزمالك في احداث اكتر من الاهلي، يعني في على طول في احداث وفي ملفات شائكه خلال الفترات اللي فاتت. لكن غير كده لا، انا بتكلم عن كل حاجه. اخرهم الموضوع بتاع كولر، واتكلمت على ان ده ممكن يتسبب، مش ممكن، هو اوريدي متسبب في لغط كتير جوه اوضه لبس نادي الاهلي بسبب ده ارتفاع العقود. طبيعي، انا لعيب موجود في النادي وحققت مع، على فكره الجيل ده من الاهلي انا بشوف ان هو مصدوم. الجيل ده عمل بطولات كتيره جدا والناس بتقلل منه. الجيل ده ممكن يكون اكبر جيل او اكتر جيل حقق بطولات في تاريخ ال النادي الاهلي. وبالرغم من ده ما بقاش، مش بشوف ان الناس بتديله قيمته وتقديره اللي هو يستحقه. فطبيعي لما انا اكون لعيب موجود في الجيل ده، حققت بطولات كتيره وجبت بطولات كتيره، والاقي حد جاي من بره ايا كان هو قيمته عامله ازاي او الكواليتي بتاعته عامله ازاي، والاقيه بياخد مثلا 3 4 اضعاف الرقم اللي انا باخده، او ضعف يا سيدي الرقم اللي انا باخده، طبيعي هبقى متضايق او هحس يعني في الاخر احنا بشر. فطبيعي الارقام الجديده اللي مدفوعه في كل الصفقات اللي جابها الاهلي عامله لغط، وده انا اتكلمت فيه. ولغط معروف، اي حد لاعب كوره فاهم وعارف ان ده حاصل يعني. فلا، انا بتكلم في كل اللي موجود. اتكلمت على موضوع كولر، انا بحاول افتكر معاكم ايه الحاجات اللي ممكن تكون وجهة نظر الناس شائكة في الاهلي الفترة اللي فاتت. اتكلمت على فكرة انسحاب الاهلي وانه قرار غير موفق، قرار خاطئ تماما، وليه اثر سلبي جدا على موسم الاهلي. وبشوف انه كان واحد من اسباب خروج الاهلي من دوري ابطال افريقيا، لانه خلى الاهلي فترة طويلة في على المستوى الفني مش بيشارك في لقاءات قوية. على المستوى النفسي جدل وقصص كتيره جدا ودوشه، غير الدوشه بتاعه الصفقات اللي الاهلي عايز عشان كاس العالم للانديه. فكل الحاجات دي ضربها في الخلاط كده، عملت حاله من حالات عدم التركيز في فرقه الاهلي، سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا.